ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم الشوفان بطريقه سهله وبسيطه وكلكم هتحبوه، سواء للناس اللي عامله دايت او الناس اللي مش عامله دايت. انا باكله في تلك الحالتين. حطيت كده كوبايه شوفان، عليها كوبايتين لبن، عليهم معلقه عسل، وهفضل اقلب فيهم لحد ما يتقلوا معايا ويبقى عاملين زي المهلبيه كده او البليله. وهوريكم دلوقتي. شايفين يا حبايب قلبي ازاي الشوفان تقل مع اللبن؟ اول ما تقل معايا كده يا حبايب قلبي، حطيت تفاحيه مبشوره، يعني تفاحيه بشرتها عادي، وحطيتها وقلبت كده وهقدمها معاكم، لان خلاص هو كده الشوفان استوى وتقل كمان، ما بياخدش 5 دقايق او 3 دقايق على النار وبيكون استوى. وزي ما انتم شايفين دلوقتي هزين معاكم الطبق بفاكهه، اي فاكهه انتوا تحبوها تقدروا تحطوها، بس بجد انا بحب معاه التفاح والموز جدا، وحقيقي بيبقى طعمه مختلف وجميل جدا. لو جربتوه هتعرفوا انه طعمه حلو، زي ما بقول لكم هتعملوه على طول سواء للدايت او لغير الدايت، وبالهنا والشفا مقدما يعني. زي ما انتم شايفين كده بدأت احط التفاح وحطيت الموز بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين شكله بجد جميل جدا، وجت خطوة التذوق دلوقتي، يلا ندوق سوا. يامي بجد، طعمه تحفة تحفة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم.